السلام عليكم، معكم حنان. مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة. قبل ما نبداو الفيديو نصليو على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. اليوم ان شاء الله جبت لكم طاجين بلبل اولا طاجين ديال القمرون اولا الكروفيت بطريقه سهله وما تخيلوش كيجي من اروع ما يكون. بنين بزاف. ولا عجبكم الفيديو كيف ما العاده ما تبخلوش عليا بلايك. وبلا ما نزيد نطول عليكم ندوزو المكونات وطريقه التحضير كيف ما العاده، فرجه ممتعه. غناخذ واحد الطاجين غنحطو فوق نار متوسطه، وغندير فيه واحد شويه الزيت، وغندير واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس والقزبر. بالنسبه للعطريه انا درت هنا معلقه صغيره ديال التخميره، وراس معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال القزبر، ونص معلقه صغيره ديال الكمون، وربع معلقه صغيره ديال الثومه غبره. تقدروا تعوضوها بجوج ريوسه ديال الثومه، وواحد شويه الملح حسب الذوق. صافي نخلطوا العطريه مزيان مع داك الربيع. من بعد غنضيف صلصه ديال الطماطم اللي صايبتها انا في الدار، تقريبا واحد نص كاس. ما عندكمش تقدروا تعوضوها بمعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم المعلبه. ضفت واحد راس معلقه صغيره ديال الحار. من بعد كنرميو القمرون ديالنا اللي غسلته وخليته تا استقطر مزيان. انا تقريبا هنا درت 350 غرام ديال القمرون. صافي وكنحركوه باش يشرب لينا ديك العطريه، وديما النار كتكون ناقصه ما كتكونش مجهده. صافي من بعد كنضيف الزيتون. انا هنا ضفت الزيتون بلدي كنوزعو بهذه الطريقه هذه، وضفت شويه الحامض مصير. صافي ونخليو الطاجين ديالنا يطيب، راه دغيا كيطيب. من بعد ما طاب، قبل ما نطفي عليه كنزينو من الفوق بشويه المعدنوس المقطع على هذا الشكل هذا. وها هو الطاجين ديالي من بعد ما طفيت عليه النار، راه كيجي هائل. ما تخيلوش كيجي بنين بزاف. كنتمنى هاد الطاجين هذا تجربوه، حيت انا متاكده الا جربتوه غديو معايا. كيجي واعر ودغيا كيتحضر وبطريقه سهله، يعني بدون تعقيدات بدون حتى حاجه. وكنتمنى تجربوه، ولا جربتوه كيف ما العاده ما تنسونيش من الدعاوي ديالكم ومن اللايكات. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.